كشفت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي يفكر في ترميم دفاعيا بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت صحيفة زاسون أن بيب جوارديولا يفكر في ضم قلب دفاع ريال سوسيداد إنيجو مارتينيز، وربما يحاول ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل. وأضافت الصحيفة أن هناك كشافين من النادي الإنجليزي يتابعون أداء مارتينيز 26 عاما مع ريال سوسيداد منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي. وكان مارتينيز مطلوبا في برشلونة الصيف المنصرم باقتراح من المدرب إرنستو فالفيردي.